ناس كتير بتركز على ريشيو القهوه ودرجه الطحن وبتهمل عامل مهم جدا وهو درجه حراره الميه. خلينا نجرب ده مع اسبريسو كولومبيا سوبريم من ناظم، واللي معروف عنها ان هي قهوه فاكهيه فيها نوتس حمضيه مع لمسه فلورال، ومن اكتر انواع القهوه اللي بتكشف لك تاثير درجه الحراره على الاسبريسو. انا هنا حضرت الشوت بتاعي على درجه حراره 88، وده ادى لحاجه اسمها اندر اكستراكشن، وده بسبب ان الاستخلاص بتاعي ما كانش كامل، فادى الى حموضه عاليه جدا وبادي خفيف، وده بسبب درجه حراره الميه اللي كانت قليله. انا هنا حضرت الشوت بتاعي على درجه حراره ما بين 92 و 93، وده يعتبر البيرفكت شوت بتاعي اللي عمل لي بالانس بين النوتس الحمضيه والفاكهيه، وفي نفس الوقت البادي بتاعي كان اقوى، وهنا انا اقدر اقول ان ده البيرفكت شوت. طب انا لو عليت درجه الحراره فوق ال 96، ده هيدي معايا حاجه اسمها اوفر اكستراكشن. هنا انا هستخلص مواد مره زياده عشان تقدر تظبط الشوت بتاعك في البيت. خلي درجه حراره الميه بتاعه الماشين ما بين 92 و 94، وده هيكون البيرفكت شوت للاسبريسو بتاعك. وكده يبقى معاك القهوه النوتس فيها واضحه وطعمها مظبوط. ولو عايز تطلب البن اللي استخدمته النهارده هتلاقيه على ويب سايت ناظم، تقدر تدوس على الزرار.